هو ازاي واحد كل وجبه وتلاقيه وزنه ضرب كده وزاد شويه، وتلاقي واحد تاني هو جسمه ده كمان ما زادش دهون، ده عضلاته بمبد واتنفخت؟ ليه بقى؟ دي اهم حاجه موجوده، ان الشخص اللي بيكون بيتمرن دي بتكون اكنها عضلات بتاعته، وده الشخص ما بيتمرنش فهو برضه عنده ستيل عضلات. فهنا لما يبدا يدخل كارب زياده عن اللزوم، الجزء ده بيبدا ان هو الكارب زياده يتخزن في الايه؟ في المخازن بتاعت الجلايكوجين. فلما يملى المخازن دي، الزياده بتبدا تروح ايه؟ في الخلايا الدهنيه، بتبدا تتحول الى دهون ويتخزن. ولكن لو واحد تاني معضل يبدا ان هو ياكل وجبه فري وكمان وجبه فري والمخازن لسه مليانه، فتستغرب، لان بكل بساطه العضلات هي بيكون فيها مخازن اسمها الجلايكوجين ستورز، اللي هي المخازن بتاعه الجلايكوجين، ودي اللي بتخزن ايه؟ بتخزن الكربوهيدرات اللي بتكون موجوده اللي هي الجلوكوز. فانت كلت كارب، لو انت معضل هتملى المخازن دي، تبدا ان هي تبمب العضلات تبمب العضلات تبمب العضلات، فتلاقي ان هي ممتلئه اكنك جبت بالونه وعمال ايه؟ تنفخها لحد ما هي تملى الازازه دي كده كلها. فكده انت خليت العضله ممتلئه وفيها فولنس، وده بيديها قوه اكتر وشكل احسن كمان.